خبر عاجل: قضية اشتباه قاض مشتبه في تورطه في فساد كان يطالب وسطا بديون. إليكم التفاصيل. تتواصل الأبحاث في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى. وحسب مصدر لنا فإن 5 قضاة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء يشتبه فيهم في هذا الملف المثير، والذي يبدو أنه سيطيح برؤوس أخرى. وأضافت الشرطة القضائية أنها التقطت مضمون مكالمات هاتفية جرت ما بين أحد القضاة المشتبه فيهم واللي تيعملوا بمحكمة الاستئناف، وأحد آخر خدام في الوسطاء في هذا الملف مهنته كعامل. الوسيط اتصل بسيدة هي الأخرى من بين المتابعين في هذا الملف بخصوص قضية تتابع فيها سيدة أخرى، وهم متخفون من صدور حكم يقضي برفع العقوبة السجنية